إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الرجولة مقام. نستنبط هذا العنوان من جملة النصوص الشرعية، كما نستنبطه من خلال منهج الاستقراء للتاريخ. والتاريخ معلم شاهد. التاريخ معلم شاهد يعلمنا الوحي قرآنا وسنة بأن الرجولة مقام. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ذكرت لفظة الرجولة في الوحيين كثيرا، ولكن في مواضع الشدة، في مواضع الحيف، في مواضع النصر، في مواضع العطاء، في مواضع التضحية. لذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يخلد آثار الرجال عبر التاريخ، حتى الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله قد أرشده كما أرشدنا نحن أيضا أن نقرأ التاريخ وننظر في الآثار، لقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا. نقرأ تاريخ السابقين، نقرأ تاريخ الأمم السابقة، نقرأ تاريخ النبيين، نقرأ تاريخ الذين انتصروا للحق. والمعركة بين الحق والباطل معركة أبدية، والمعركة بين الخير والشر معركة أبدية. ربنا أنبأنا بمن انتصر للحق وبمن انهزم للباطل، بمن انتصر للخير وبمن انهزم للشر. كل ذلك نقرأه إلى أن يقول الله عز وجل في هذه الآية، وهي الآية 137 وما بعدها من سورة آل عمران: ثم قال ربنا عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فطريق الرجولة فيها قروح، فيها جراح، فيها امتحانات، ابتلاءات. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
ثم ذكرنا بموقف الصحب الكرام المهاجرون والأنصار، المهاجرون الذين كانوا يعيشون في أرضهم في مكة، وهي أرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخرج منها عنوة وهي أحب أرض إليه. وقد سجل القرآن هذا الحدث، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ربنا خلد آثار الرجال والنساء لأن الرجولة مقام. رحم الله المتنبي شاعر الحكمة، هو الذي قال عند رثائه لشقيقة سيف الدولة الحمداني حينما اجتمع عملاقان كما يقول النقاد، اجتمع عملاق السيف مع عملاق القلم، سيف الدولة الحمداني وعملاق القلم شاعر الحكمة أبو الطيب المتنبي، ارتجل قصيدة رثائية حينما ماتت أخت سيف الدولة فقال: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. والحديث بالمعنى والكلام بالمعنى. ربنا عز وجل وصف لنا مواقف رجولية للرجال والنساء على السواء. لذلك في سورة الحشر في الآية 8 ربنا خلد أثر المهاجرين، فختم الآية 8 بقوله: أولئك هم الصادقون. وصفهم بهذا الوصف الجميل، الصدق والصديقية، وهي مقام رفيع. لذلك كان أبو بكر يلقب بأبي بكر الصديق، وأنتم تعلمون ظروف هذا الوصف الجميل الذي وصف به، وهو الصاحب. وربنا علمنا في سورة النساء في الآية 69 أن مقام الصديقين مقام سامق، مقام عالي، بدليل أننا نقرأ في سورة الفاتحة قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الجواب وحيا في سورة النساء الآية 69: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن مقام الصديقين بعد مقام النبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصف الله عز وجل المهاجرين بهذا الوصف الجميل: أولئك هم الصادقون في الآية 8. وفي الآية 9 ذكر الله عز وجل بعض خصال الأنصار، سكان المدينة المنورة الذين استقبلوا الرسول والمهاجرين استقبالا حسنا وبحب. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يحبون من هاجر إليهم. إذن هم استقبلوا المهاجرين بمحبة، يحبون من هاجر إليهم. وبعدين قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن ربنا خلد آثار أولئك لأنهم كانوا رجالا صمدوا أمام الابتلاءات وأمام الاختبارات وأمام ألوان العدوان المعنوي والمادي. وقد سجل القرآن ذلك في مثل قوله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. عودة إلى الآية 10 من سورة الحشر، قال ربنا: ليعلمنا فضل الرجال السابقين فلا ننسى فضل السابقين، الفضل للسابق وإن أحسن اللاحق. علمنا القرآن أن نقرأ هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم افتح لهم جميعا أبواب رحمتك. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل بلاء ومن كل سوء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن البشرية قاطبة جميع الأوبئة والفتن والحروب. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. استووا استقيموا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.